رحت العراق انا رايح عن طريق اللي هو برنامج النفط مقابل الغذاء، يعني كان من الفن. رحت بعد كده الكويت بدعوه من وزاره الثقافه. لقيت بقى قاعدين متنمرين لي، انت عارفه العداء اللي بين الكويت والعراق. قالوا انت رحت العراق؟ قلت لهم بصوا انا فنان للشعوب العربيه ولست فنانا للانظمه العربيه. بيحارب بقاله كام سنه، من ايام الحرب الاولى بتاعت الخليج مع ايران اللي قعدت 8 سنين. وبعدين دخلوا الراجل ده من اول ما جه صدام حسين وهو بيحارب. مش ممكن. انا شفت واحده ست في التلفزيون بتبكي بتقول عايز اربي ولادي في سلام، انا مش عارف اقعد في سلام، القنابل فوق دماغي. من ايام ايران، وبعدين دخول الكويت، وبعدين الامريكان جم قوات التحالف ده بتاعه، وبعدين دخلوا تاني مش عارف. يعني شيء فظيع يعني اللي بيحصل، وبندي فرصه احنا للناس تعمل فينا زي ما هم عايزين. كان طاغيه وكان ديكتاتور واستغل ثروه بلاده واستغل ثروه شعبه، لكنك بكيت لما شفته في القفص. انا؟ قالوا لي كده. انا ما بكيتش على صدام. انا بكيت على حال العرب. مفيش فن او فنان تلاقيه مع الدكتاتوريه ابدا.